خبر اللي فاجأ المغاربه كاملين هاد الايام، خبر اللي خلى بزاف ديال الناس يسولوا نفس السؤال، واش بصح فوزي القجع غادي يولي رئيس الحكومه؟ السيد اللي تعودنا نشوفوه دائما في كل القرارات الكبيره الخاصه بالكره المغربيه، واللي كان عنده الدور الكبير في الصوره اللي وصلت لها الكره الوطنيه، ولات اليوم سميتو كتذكر في السياسه اكثر من الكره، بل اكثر من ذلك كاين اللي كيهضروا ان راسها في الامر تحسن، وكاين اللي كيشوفها غير اشاعات، وكاين اللي بدا كيطرح اسئله. الا ولا القجع رئيس الحكومه، شكون اللي غادي يشد بلاصتو في الجامعه الملكيه لكره القدم؟ واش يقدر يجمع بين جوج حوايج او خاصو يختار طريق وحده؟ ولكن قبل ما نجاوبوا على هذه الاسئله خاصنا نرجعوا شويه للور، لانه باش تفهم علاش فوزي القجع ولا الاسم ديالو كيتذكر بزاف، وعلاش ولا رئيس الحكومه المحتمل، خاصك في الاول تعرف شكون هو، كيفاش وصل للمكانه اللي فيها اليوم. الغريب في القصه كامله هو ان فوزي القجع ما بداش في الكره، وما كانش لاعب اللي معروف، وكذلك ما كانش مدرب، بالعكس المسار ديالو كان مختلف بزاف. فوزي القجع اللي تزاد نهار 4 يوليو 1970 في مدينه بركان، من صغرو كان مهتم بالقرايه ديالو، وفعلا كمل الدراسه ديالو حتى دخل لعالم الاقتصاد والماليه، ومن بعد نجح في وحده من اصعب المسارات الاداريه في المغرب، وهو التفتيش العام للماليه. هذه المؤسسه اللي معروفه انها كتخرج كبار المسؤولين اللي كيشرفوا على مراقبه المال وتدبير الميزانيات، بمعنى ان فوزي القجع قبل ما يعرفوه الناس في كره القدم كان اصلا مسؤول اداري وتقني، ومن بعد عده سنوات من الخدمه بدا كيتسلق المراتب حتى ولا واحد من ابرز الاسماء داخل وزاره الاقتصاد والماليه، وكذلك خدم مع عده وزراء، وبنى واحد السمعه قويه ديال واحد المسؤول اللي كيعرف يدبر الملفات الكبيره. ولكن السؤال اللي كيطرح راسو هنايا هو كيفاش واحد الخدمه ديالو هي الماليه غادي يولي واحد من اهم الشخصيات في عالم كره القدم. وهنا كتبدا القصه اللي دايره على الفيلم اللي بدات كلشي. القجع دخل لعالم كره القدم من بوابه فريق نهضه بركان. في ذاك الوقت الفريق ما كان كيعيش افضل الايام ديالو، كان كيمر بعده ازمات، الفريق كان ديك الساعات في الهوات، كان ما كيعرفوا حتى شي واحد، ولكن مع الوقت وبطريقه مختلفه على اللي كانوا الناس متعودين عليها واللي كانوا كيشوفوها في كره القدم. فوزي القجع داخل نهضه بركان بدا كيركز على التنظيم والتسيير المنطقي والاستقرار المالي والتخطيط كذلك على المدى البعيد. هدفنا هو ان تتوفر كل عوامل النجاح ليصبح ناديا يخضع ويستجيب لكل المقومات. فوزي القجع على غير كاع الفرق اللي كانوا في المغرب، وفي عوض كل عام يبدا كل شيء من الزيرو، حاول انه يدير مشروع طويل الامد، ومع مرور السنوات فريق نهضه بركان تحول من فريق عادي الى واحد من اقوى الانديه المغربيه والافريقيه، وربح القاب افريقيه ولا كينافس كبار افريقيا. هذا النجاح خلى الانظار كلها كتوجه نحو القجع، بزاف بداو كيشوفوا فيه شخص قادر يدير نفس التغيير ولكن على مستوى الكره المغربيه كامله. وفعلا سنة 2014 تم انتخاب فوزي القجع رئيسا للجامعة الملكية لكرة القدم، ومن هنا بدأت رحلة جديدة في الكرة المغربية. في ديك الوقيته المنتخب المغربي ما كانش كيعيش افضل الظروف، والبنية التحتية حدث ولا حرج كانت خاصها تطور، هادشي ما ندويش على مشاكل تنظيمية وبزاف ديال الحوايج، وحتى الصورة ديال الكرة المغربية ديك الساعات ما كانش كيما دابا، ولكن خلال السنوات اللي من بعدها كلشي غادي يتبدل. المغرب نظم بطولات قارية ودولية، بنى واحد من أفضل مراكز التكوين في أفريقيا، والمنتخب الوطني وصل لإنجاز تاريخي في كأس العالم 2022 ملي ولا أول منتخب إفريقي وعربي كيوصل نصف النهائي. طبعا هذا الإنجاز ما يمكنش ننسبوه لشخص واحد، حيت كاينين لاعبين ومدربين وأطر تقنية، ولكن حتى الدور الإداري اللي كانت كتقوم به الجامعة والقرارات الاستراتيجية اللي خداتها كان عندها تأثير كبير على المشروع كامل. ومن بعد هاد النجاحات كاملين الاسم ديال فوزي القجع ما بقاش معروف غير وسط المغرب، فراه ولا الاسم ديالو حاضر ناظر داخل الهيئات الرياضيه سواء الافريقيه ولا الدوليه، ولات عنده علاقات قويه داخل المؤسسات الدوليه لكره القدم العالميه. ولكن وسط هذا المسار كامل وهاد النجاحات اللي قلنا بغى يوقع واحد التطور اللي خلى كلشي يهضر عليه. فجاه بدا اسم فوزي القجع كتربط بالسياسه اكثر من اي وقت مضى. شنو وقع بالضبط وعلاش دابا كيهضروا عليه كمرشح محتمل لرئاسة الحكومة؟ والأهم واش هادشي مجرد إشاعات على مواقع التواصل ولكن فعلا معطيات كتخلي هاد السيناريو ممكن؟ بعد البارطاج ديال الصور ديالو داخل الحكومة، صورة وحدة وخطوة سياسية وحدة خلاو الناس كاملين يوليو كيطرحوا عدة تساؤلات. واش فوزي القجع داخل السياسة باش يولي رئيس الحكومة؟ القصة بدات ملي بان فوزي القجع بشكل رسمي في أنشطة حزب الأصالة والمعاصرة، ولا كيعرفوا المغاربة ببان. وهذا الظهور ما كانش عادي لان القجع عمرو كان كيبان في المشهد الحزبي بهذا الوضوح. قبل هادشي كان كيأكد في بعض التصريحات انه ما كينتمي لحتى شي حزب سياسي، لذلك ملي بان رسميا مع الحزب بزاف ديال الناس اعتبروها رساله واضحه المرحله الجايه غادي تكون مختلفه بزاف. ولكن صراحه هنا خصنا نوقفوا ونحطوا النقط على الحروف ونحللوا ونشوفوا شنو واقع بالضبط باش نفهموا، ماشي غنمشيو خويا. خصنا نعرفوا واحد الحاجه اللي اي واحد كيتبع السياسه في المغرب خصو يكون عارفها. الدستور المغربي كيقول ان رئيس الحكومه ما كيتعينش غير هكاك لا في سبيل الله، فراه اولا خاص تكون انتخابات تشريعيه،
ومن بعد الملكي يعين رئيس الحكومة من الحزب اللي تصدر الانتخابات او من الحزب اللي يقدر يشكل الاغلبيه على حسب الظروف السياسيه كما كنشوفوا. يعني باش نكونوا واقعيين، الا شي واحد كيقول لك ان فوزي القجع صافي حسمها ولا هو رئيس الحكومه، اقول ليه هي وصافي. صراحه باش نكونوا واقعيين، الصراحه اللي نقدروا نقولوا دابا هو ان فوزي القجع ولات عنده دور كبير في المرحله اللي جايه، وهادشي كامل بطبيعه الحال فقط الا توفرت فيه الشروط السياسيه. وهنا كيجي سؤال اخر، هو علاش اصلا كاينين الناس اللي كيعتبروه مرشح قوي انه يولي رئيس الحكومه؟ الجواب بطبيعه الحال ماشي غير حيت مشهور، لانه بكل بساطه فوزي القجع قدر انه يجمع بين بزاف ديال الحوايج في المسيره ديالو المهنيه. اولا، فوزي القجع اللي عنده تجربه طويله داخل الادارات العموميه، خصوصا في وزاره الاقتصاد والماليه، فين شغل مناصب حساسه ومرتبطه بالميزانيه وتدبير المال العام. ثانيا، عنده تجربه في التسيير الرياضي واللي بزاف كيعتبروها ناجحه، سواء كانت من ناحيه النتائج او البنيه التحتيه او جلب التظاهرات الكبرى. وثالثا، عنده حضور قوي في المؤسسات الدوليه سواء داخل افريقيا وعلى مستوى كره القدم العالميه، وهادشي اللي خلى عنده واحد الشبكه ديال العلاقات اللي كبيره بزاف. يعني باش نكونوا متفاهمين وما نظلموا حتى شي واحد، بالنسبه للناس اللي قالوا انه راه مؤهل يولي رئيس الحكومه هو اللي يستحقه، فراه هاد الناس هادو ما قالوش العيب. راه سي نورمال فاش كيشوفوا شي انسان ناجح في واحد المجال، خصوصا في مجال الرياضه، دونك راه سي نورمال يقول هذا الكلام هذا وعادي جدا يأهله. ولكن فرضا ولا فوزي القجع هو رئيس الحكومه، السؤال هنا واللي كل شيء صراحه خايف منه، شنو غادي يوقع للجمعيه الملكيه لكره القدم؟ هذا السؤال بطبيعه الحال هو اللي حير بزاف ديال الناس واغلبيه الجماهير اللي متبعين الكره بزاف. وطبيعه الحال كاينين حتى بزاف ديال الناس اللي كيقولوا انه راه يقدر يولي رئيس الحكومه وفي نفس الوقت يولي رئيس الجمعيه الملكيه لكره القدم. ولكن باش ما نكذبوش، راه الواقع راه معقد بزاف. رئاسة الحكومة هي واحد من أكبر المناصب التنفيذية في الدولة، كتطلب التفرغ الكامل واجتماعات يومية وملفات اقتصادية واجتماعية وأمنية وسياسية. وفي نفس الوقت رئاسة الجامعة الملكية حتى هي راه مسؤولية كبيرة، خصوصا وأن المغرب داخل على مرحلة تاريخية. راه حنا ماشي غير دوزنا كأس أفريقيا وصافي، المغرب لغا ينظم تظاهرة كبيرة كأس العالم 2030 مع اسبانيا والبرتغال. هذا المشروع اللي كيحتاج متابعة يومية وتنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الافريقي والجامعات والوزارات واللجان التنظيمية. هادشي راه مسالش معلم، لهذا كاين عدد كبير من المتتبعين كيشوفوا انه اذا وصل فوزي القجع لرئاسة الحكومة فمن الصعب جدا انه يستمر بنفس الطريقة في رئاسة الجامعة. ولكن انا خصنا نكونوا واقعيين ودقيقين بزاف. حتى دابا باش ما نكذبوش، راه ما كاين حتى شي قرار كيقول ان فوزي القجع غادي يخلي الجامعه، وشي قرار غيقول ان فوزي القجع هو رئيس الحكومه. يعني اي هضره كدور دابا راه كتبقى غير مجرد اشاعات وكلام ما عندوش حتى شي مصدر. هنا كيبان واحد السؤال اللي مهم بزاف، الا شي نهار لا قدر الله فوزي القجع غادر الجامعه الملكيه، شكون في نظركم هذا فوزي القجع اللي غيخلف فوزي القجع الاصلي ويولي رئيس الجامعه الملكيه؟ واش الجامعه فعلا عندها شي شخصيه اللي قادره انها تعوض فوزي القجع؟ وكذلك واش الجامعه الملكيه عندها شي شخص اخر قادر انه يكمل بنفس المشروع؟ وكذلك يخرج لنا واحد السؤال اخر، واش النجاح ديال الكره المغربيه كان واقف على شخص واحد؟ هاد المجموعه ديال الاسئله هما اللي غنجاوبوا عليهم دابا. كذلك غنزيدوا معهم سؤال اخر، واش اصلا المغرب مستعد انه يخسر القجع في الرياضه مقابل انه يدخل بقوه لعالم السياسه؟ كي خرج فوزي القجع من الجامعه الملكيه لكره القدم، واش الكره المغربيه غادي تاثر؟ باش نفهموا هذا السؤال خصنا نعرفوا واحد الحاجه، فوزي القجع ما كان غير رئيس جامعه كيسير المباريات والمنتخبات. المشروع اللي كان كيسير وكان مبني على فكره كبيره بزاف، بناء منظومه كامله لكره القدم المغربيه، من مراكز التكوين الفراقي للبنيه التحتيه للتنقيب على المواهب وحتى طريقه التعامل مع الملفات الدوليه. ولكن في المقابل راه الكره ما كتوقفش على شخص واحد. ما نساوش ان راه اي مشروع كبير كيخصو مؤسسات وخاصو ناس قادرين انهم يكملوا بنفس الرؤيه. وهنا كيبان واحد النقاش كبير بين الجماهير، فراه كاين اللي كيشوف ان خروج فوزي القجع من الجامعه راه اكبر خساره، خصوصا في هذه المرحله اللي المغرب مقبل على اكبر تظاهره في التاريخ ديالو اللي هو كاس العالم 2030. حيت باش نكونوا واقعيين، هاد العوامل اللي جايه والسنوات اللي جايين راه خاصها تكون الامور منظمه، راه خاص الملاعب يكونوا واجدين وخاص التنظيم يكون في المستوى، وكذلك خاص المنتخب يحافظ على نفس الريتم ديالو وعلى ليماج ديالو في العالم. ومن جهه اخرى راه كاين اللي كيشوف ان فوزي القجع الا وصل لشي منصب سياسي راه غيكون عنده تاثير ايجابي. علاش؟ لانه بكل بساطه راه الرياضه ما بقاش غير مجرد مباريات وكؤوس، الرياضه ولات مرتبطه بالاقتصاد بالسياحه والبنيه التحتيه بصوره البلاد وبالعلاقات الدوليه. ومشروع بحجم كاس العالم 2030 ما غاديش يكون مسؤوليه الجامعه بوحدها، بل غادي يكون ملف دوله كامله. يعني اذا كان شخص عنده تجربه في الرياضه والاداره والسياسه، بعض الناس كيشوفوا ان هادشي ممكن يعطي قدره اكبر على اتخاذ قرارات مرتبطه بالرياضه من مواقع مختلفه. ولكن ما ننساوش ان السياسه راه عالم اخر وبحر كبير، وكذلك النجاح ديال شي شخص في شي مجال راه ماشي بالضروره قادر انه ينجح في مجال اخر.
فوزي القجع قدر يحقق مسار مهم في الكرة، ولكن دخول عالم السياسة كاين مواجهة تحديات مختلفة تماما. ملفات بطبيعة الحال بحال الاقتصاد والتعليم والصحة والقدرة الشرائية وزيد وزيد، صراحة ملفات اللي كلها معقدة، والمواطن راه ما غاديش يحكم على اي مسؤول سياسي غير بالانجازات الرياضية. انا غادي نوصلوا لاخر سؤال واللي مهم بزاف، هو واش فوزي القجع باغي ينيت براسو انه يولي رئيس الحكومة؟ الجواب هو راه ما كاين حتى شي تصريح رسمي منه كيقول انه راه عنده هذا الهدف بشكل مباشر، ولكن الخطوات ديالو اللي دار مؤخرا والانخراط ديالو في الحزب خلت بزاف ديال الناس يربطوا بين هذه الخطوه اللي داروا بين المستقبل السياسي اللي جاي من هنا للقدام. يعني راه كاين فرق كبير بين فوزي القجع غادي يولي رئيس الحكومه وفوزي القجع ولا اسم مطروح بقوه في المشهد السياسي. مزيان بين هذا الفرق الاول والفرق الثاني، طبيعه الحال الفرق الاول راه مازال ما شفنا منه والو ومازال ما كاين حتى شي حاجه مأكده، والبلان الثاني اللي قلت راه ان الاسم ديالو ولا مطروح في المشهد السياسي راه هو اللي كاين دابا ولينا كنشوفوه. في النهايه سواء بقى فوزي القجع في رئاسه الجامعه الملكيه لكره القدم او ولا رئيس الحكومه، فراه الحاجه اللي ما يمكننا نكرهها حتى شي واحد هو ان فوزي القجع خلى الاسم ديالو محفور في التاريخ ديال المغرب، وولا واحد من اكثر الشخصيات تاثيرا في المشهد المغربي في السنوات اللي دازوا مؤخرا. الشخص اللي بدا المسار ديالو في الاداره والماليه، دخل لكره القدم وقدر يغير بزاف ديال الحوايج، ووصل الاسم ديالو لانه يتجاوز حدود الرياضه بصفه عامه. السؤال هنا هو واش التجربه اللي دار في كره القدم يقدر يديرها في حوايج اخرين؟ وكذلك واش المغاربه غادي يشوفوا في ديك الصوره ديال كره القدم فقط، ولا يقدروا يشوفوه كرجل دوله مستقبلا؟ الايام والانتخابات بطبيعه الحال هما اللي غادي يعطونا الجواب، وحتى كاع الا كان هذا الجواب فراه غادي يبقى اسم ديال فوزي القجع واحد من اكثر الاسماء اللي غادي تخلق النقاش في تاريخ المغرب. وصلنا لهذا الفيديو، ما تنساش الا وصلتوا لهذه المرحله اشترك في القناه وفعل الجرس. تهلاو بيس.